يبغى تبديل وحيد مرة واحدة لفريق الهلال. جانبية تنفس من جانب هذا اللاعب ربيع اللافي. الرواق الايمن لفريق الاهلي طرابلس الليبي. ربيع على التنفيذ الجانبية لمصلحة الثوار او كما يطلق عليه جماهير الزعيم امام مارد افريقيا وامام هلال الملايين في هذا اللقاء. ونتمنى ان تاتي امنياتنا ونتمنى ان تحقق امنياتنا في هذا اللقاء بالنصر الهلالي والصعود للمرحله المقبله من دوري ابطال افريقيا. جانبيه الان بوي على تنفيذ الجانبيه تلعب سريعا. يا كاريكا صار يا كاريكا عادت لمصلحه نزار حامد. يلعب نزار تحولت لمصلحه نزار من جديد ولكن المخالفه هنا لمصلحه الفرقه الهلاليه. اصل يا كاريكا بس وصار الجهد في هذه المباراة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء أين الراسية. الكرة مبعدة من جانب الدفاع. صار الكرة من جانب عمار الدمازين. إبعاد لعمار تحاولت لصبدين الشغيل. يلعب عبد اللطيف سعيد بوي. العكسية من جانب بوي ملعوبة داخل منطقة الجزاء ولكن مبعدة من جانب الدفاع تحولت لنزار حامد. نزار استلام الكرة يبحث عن تمريرة يلعب لأطهر الطاهر. أطهر يحاول العكسية يعود لنزار من جديد. أطهر نزار مرور لنزار عكسية داخل منطقة الجزاء ومبعدة من جانب الدفاع إلى ركلة. يلا يا شباب هي ركنية ان شاء الله في المرمى. ان شاء الله في المرمى. ان شاء الله الهدف الثاني والثالث. حكم اشار او المساعد اشار الى ركنية. المساعد اشار الى ركنية لكن يبدو ان الحكم الوسط له راي. جانبية لفريق الهلال داخل منطقة الجزاء خطيرة. مرة ثانية. نعم مدثر كاريكا يلعب كرة اصطدمت بيد المدافع وركلة جزاء للفرقة الهلالية بالشجاعي واصطدمت الكرة وركلة جزاء ثانية لفريق الهلال. فريق الاهلي طرابلس ان شاء الله تكون في المرمى. ان شاء الله الهدف الثاني لفريق الهلال ركله جزاء في الدقيقه 12 ورقه صفراء لمحمد صورة. فيه الحمراء وريحنا محمد صورة اسرع لاعبي هذا الفريق. لاعب يجيد المرور ويجيد الارتداد ويجيد التعامل مع الكونتر اتاك. هذا اللاعب محمد صورة. كاريكا مره ثانيه كراكيت ثاني مره من جانب مدثر الطيب كاريكا. رد في المرمى هذه الركله كل التوفيق لكاريكا. ركله جزاء ثانيه الان لمصلحه فريق الهلال في الدقيقه 12. كاريكا مارد الدمازين تدخل. اترك اللاعب للحكم يا عمار. ابعد تماما من منطقه الجزاء. الحكم هو الذي يتحدث. ايضا الحكم يعني ركله جزاء خلاص احتسبت من جانب الحكم. ابعد اللاعبين من منطقه الجزاء. محمد عيسى انت قائد وانت كابتن هذا الفريق وان تكون هنالك يعني قليل من الصراحه من حكم اللقاء. اذا كاريكا يتقدم واحمد البيتوري في المرمى. يلا يا كاريكا تقدم. كاريكا هدف هلالي ثاني هلال عن طريق كاريكا المزيكا. هدف هلالي من ركله جزاء بعد ان